حبايبي طلاب اولى ثانوي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معانا في الدرس اللي قبل الاخير في المنهج، وهو درس الحضاره الرومانيه. بسريعا كده اتكلمنا عن ايه المره اللي فاتت؟ اتكلمنا عن اول جزء في درس الحضاره الرومانيه. ان شاء الله النهارده هنكملوا الدرس، يبقى فاضل لحضرتك درس واحد ومنهجك تخلص ورحله سنه اولى تخلص، ونبدا بقى في سنين الجد، سنين البكالوريا. وجب عليا التنويه ان في الفتره الجايه دي خلي بالك خلي بالك، لان المقترح بتاع حضرتك بتاع ماده التاريخ في تانيه بكالوريا بقى منهج تقيل نسبيا. يعني بالعربي كده التاريخ اتحول معاك ماده محوريه مهمه جدا، لان المنهج اللي مقترح اللي هينزل لحضرتك بادئ عندك تاريخ وطني، يعني بيكلمك في التاريخ من اوله لاخره عن دوله مصر. بس بيكلمك عن ايه؟ بيكلمك عن مصر من ساعه ما خلص العصر الروماني لحد ما دخلت عند حضرتك الفتوحات الاسلاميه بجميع الدول الاسلاميه اللي جت عند حضرتك، عباسيه وامويه وفاطميه والاخشيديه والطولونيه. بعد كده ينقلك على الايوبيه، ينقلك على المماليك، بعد كده ينقلك على العثمانيين، بعد كده ينقلك على الحمله الفرنسيه، ينقلك على محمد علي، ينقلك لاحفاد محمد علي، ينقلك للثورات، ثوره 19، ثوره يوليو، ثوره 2011 وثوره 2013. وهيديك حبه الحروب اللي في النص كده، شبه حرب 56 العدوان الثلاثي، وشبه حرب 67، وشبه حرب 73. كل دوت المقترح بتاع حضرتك السنه الجايه. فاصبح التاريخ هيبقى منهج دسم 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 فوق ما حضرتك تتخيل. فالسنه الجايه عشان في ظاهره موجوده، كله ابتدى يهتم بالمواد بتاعه التخصص ومكبر دماغه، وناس ان في حاجه اسمها عربي، ناس ان في حاجه اسمها انجليزي، ناس ان في حاجه اسمها التاريخ. فبعد اذن حضرتك، زي ما حضرتك مهتم بماده التخصص، اهتم بالمواد المشتركه، لانها ممكن تضيع ناس ياما لو حضرتك ما اهتمتش بيها. وخلي بالك لان انت هتقعد سنه كامله بتدرس في 4 مواد، فالموضوع هيبقى تقيل، مش هيبقى سهل. مش معنى ان هو خفف لك خليهم لك 4 مواد يبقى الدنيا بسيطه. فخلي بالك، ووجب عليا التنويه وان انا اقول لك حاجه زي دي. طيب سريعا كده، اخدنا ايه المره اللي فاتت والنهارده هناخده ايه؟ المرة اللي فاتت لما ابتدينا عندنا في الدرس اتكلمنا عن الحضارة الرومانية، وعرفنا ان الحضارة الرومانية دي مرت ب3 أنظمة سياسية. بدأت عندك بالنظام الملكي لما كانت موجودة عند حضرتك في مدينة روما. بعد كده في أواخر النظام الملكي وبداية تاني نظام اللي هو النظام الجمهوري، توسعت روما في شبه جزيرة إيطاليا، عشان اثناء العصر الجمهوري تعمل ايطاليا التوسعات اللي قدام حضرتك باللون الاخضر دي، وينتهي التوسعات بتاعتها لما دخلت عندك دوله مصر واقاموا النظام الثالث هو النظام الامبراطوري. فاخدنا الحروب بتاعتنا، اول حاجه حروبها في شبه الجزيره العربيه، اخدنا حروبها مع قرطاجه، اخدنا حروبها مع مقدونيا وازاي سيطرت على مقدونيا، اخدنا حروبها في الشرق اللي هم مصر وسوريا. بعد ما خلصناهم اتكلمنا على الانظمه السياسيه، قلنا اللي هي مرت ب3 انظمه سياسيه: نظام ملكي، نظام جمهوري، نظام امبراطوري. واتكلمنا عن كل نظام فيهم وعرفنا بيتكون من ايه. فلو جيت قلت لحضرتك النظام الملكي، انا عرفت ان النظام الملكي دوت بيتكون من 3 حاجات: بيتكون من الملك، بيتكون من مجلس الشيوخ، واخر حاجه عند حضرتك بيتكون من جمعيه الاحياء اللي هم بسميهم الجمعيه الشعبيه. الطبقه الارستقراطيه اللي هم مجلس الشيوخ ما كانش عاجبهم الوضع، فعملوا ثوره وغيروا النظام واخذوا الحكم من الملك، فقام تاني نظام عند حضرتك وهو النظام الجمهوري. عرفنا ان مكونات النظام الجمهوري 4: كان عندك قنصلان، عندك مجلس شيوخ، عندك الجمعية الشعبية، وعندك نقباء العامة اللي هم همزة الوصل. قلنا بعد كده ظهر عندك شخصيه اللي هي شخصيه اكتافيوس، فبعد معركه اكتيوم البحريه الراجل دوت ظهر بقوته، فالناس عطوا له لقب اغسطس، يعني الامبراطور بتاعهم، عشان يظهر ثالث نظام عند حضرتك وهو النظام الامبراطوري. وده اللي احنا خدناه المره اللي فاتت. طيب فاضل لك ايه في الدرس؟ هنتكلموا معانا عن بعض الحياه اللي موجود او مظاهر الحياه هنكملوها، شبه مظاهر الحياه السياسيه، او اسف السياسيه خلصناها، شبه مظاهر الحياه الاقتصاديه، شبه الدينيه، شبه الاجتماعيه، شبه العلميه، شبه الفنيه، وكلهم اسهل من بعض. يعتبر الشغل كله كان في الحصه اللي فاتت. طيب يلا بينا نبدا كده في اول حياه عند حضرتك وهي الحياه الاقتصاديه. بيقول لك لما تيجي تبص للحضاره الرومانيه اللي هي قامت في مدينه روما، يعني بالتحديد في ايطاليا، فلو جينا بصينا في ايطاليا هتلاقي ايطاليا غنيه ب3 حاجات. ايطاليا غنيه ان فيها اراضي زراعيه، ايطاليا غنيه ان فيها موارد طبيعيه، ايطاليا غنيه ان فيها موارد بشريه. يبقى انا عندي اراضي زراعيه، عندي موارد طبيعيه، وعندي موارد بشريه، يعني عندي ناس بيستغلوا الحاجه دي. ايه ده؟ يبقى هنا لما اجي اكلمك اول حاجه هكلمك عن الحاله الاقتصاديه، بقول لك ان ايطاليا كان فيها اراضي زراعيه، فيها موارد طبيعيه، فيها موارد بشريه. فده ساعد اللي هي تعمل انشطه شبه ايه يا عم؟ قال لك رقم واحد، انت بتقول لي اراضي زراعيه، اذا انا قامت عندي حرفه الزراعه، ودي الحرفه الرئيسيه عند حضرتك
واهم حرفه فيهم. قال لك قامت الزراعه والتجاره بجانب الصناعه. يعني ايه بجانب الصناعه؟ يعني كانوا مهمشين الصناعه على جنب، هي مش حاجه ضروريه قوي عندنا، لان اهم حاجه عندنا هي الزراعه ويليها التجاره ويليها الصناعه. يبقى اذا هم ليهم ترتيب، مين اهم حاجه؟ تقول لي الزراعه. يلي مين؟ تقول لي يلي الزراعه يليها التجاره. طب يلي التجاره تقول لي الى جانب الصناعه، يعني بالعربي كده ما كانوش مهتمين بها قوي. طيب يلا بينا نبدا نشوف الزراعه ونشوف التجاره ونشوف الصناعه. لما اجي اكلم حضرتك عن الزراعه فاحنا قايلين لسه عندنا ارض زراعيه. الارض الزراعيه دي مين بيشتغل فيها يا عم الحاج؟ قال لك خلي بالك انت لسه بتقول لي رقم واحد في الحياه الاقتصاديه هي الزراعه. فلما تيجي تبص على الزراعه فهي المحور الرئيسي في الحضاره الرومانيه، وبيعمل فيها جميع افراد الاسره. كل الناس شغاله عند حضرتك في حلفه الزراعه. الاسره بالكامل بيقوموا الصبح كده ياخدوا حالهم كده، الام بالاب بالعيال كلهم بيروحوا الارض الزراعيه. يبقى لما بكلمك عن الزراعه بقول لك الزراعه هي اساس الحياه في روما، وكان يعمل بها جميع افراد الاسره، كله شغال فيها، هي رقم واحد. طب انواع الملكيه الزراعيه ايه؟ عندهم اتنين: ملكية فردية يعني بتاعت أشخاص هم اللي بيملكوا الأرض، وملكية أرستقراطية اللي هي الطبقة الغنية. فلما يقول لك الملكية الفردية هي بتاعت شخص فبيقول لك الملكية الفردية اهي قائمة في روما منذ أقدم العصور، موجودة من زمان أوي. الفردية دي بتاعت شخص واحد. لكن الأرستقراطية يعني إيه أرستقراطية؟ يعني الطبقة الغنية معاهم مساحات كبيرة من الأرض، بالإضافة بيعمل عنهم العبيد أو بيعمل عندهم العبيد أو أعداد كبيرة من العبيد. يبقى عندهم مساحات اراضي كبيره والعبيد شغاله عندهم. يبقى لما بكلمك عن الزراعه فهي المحور الاساسي في الحياه الرومانيه، وبيعمل فيها جميع افراد الاسره. لما اقول لك الملكيه تقول لي ملكيه فرديه وملكيه ارستقراطيه. الملكيه الفرديه موجوده من زمان، الارستقراطيه الطبقه الارستقراطيه يعني الغنيه، فمعاهم مساحات كبيره من الارض وبيعمل عندهم العبيد. خلي بالك ده انت خدته قبل كده لما قلت لك شخص واحد بيمتلك مساحه شاسعه من الارض، مساحه كبيره، ده اسمه نظام الاقطاع. يبقى اذا انتشر هنا النظام اسمه نظام الاقطاع. ادي عند حضرتك الزراعه. طيب خلي بالك من حاجه، بتقول لي عندك ملكيه فرديه، قلت له اه، فتشابهت مع حضاره العراق لانها كانت ملكيه فرديه، واختلفت مع الحضاره المصريه لانها كانت ملكيه الملك، ليست ملكيه فرديه. يبقى هنا خلي بالك تشابه مع الحضاره العراقيه واختلاف مع الحضاره المصريه. طيب يلا بينا بالاضافه الى الزراعه، ايه اهم المحاصيل الزراعيه اللي موجوده عند حضرتك؟ اعطاك 4 محاصيل. قال لك اهم 4 محاصيل موجودين عندنا هو القمح والفاكهه والزيتون والبقول. وخلي بالك ان الزيتون دوت ذكر عند حضرتك في حضاره ياما، فده تشابه موجود من جميع الحضارات. طيب بعد ما اعطاك ال4 دولت قام جاي متكلم مع حضرتك عن ايه؟ قال لك اتكلم عن تربيه الحيوانات، برضه ما فيهاش اي حاجه. الناس دي بتربي ايه؟ بتربي خنازير، بتربي الاغنام، وبتربي الابقار، وبتربي الماعز. ليه يا عم الحاج؟ قال لك عشان ياخدوا منها الاصواف وياخدوا منها الالبان. يبقى لما بقول لحضرتك اهو قام الرومان بتربيه الخنازير والابقار والاغنام. ليه يا عم؟ قال لك من اجل البانها واصوافها وجلودها. طيب واعطاك ملحوظه صغيره، برضك الملحوظه ديت انا عارفها واخدها من الدرس اللي فات او واخدها من الحصه اللي فاتت. بيقول لك بعد سيطره روما على مصر اصبحت مصر مخزن للقمح. قلت لك المره اللي فاتت مصر القمح مهم قوي فيها. فاول ما روما سيطرت على مصر فبقت بالنسبه لها مصر هو مخزن القمح. اي حته في الامبراطوريه عايزه قمح ترجع لمصر على طول تاخد القمح اللي هي عايزاه. يبقى اصبحت مصر هي مخزن للقمح للحضاره الرومانيه. طيب بعد ما خلص لك الزراعه وتربيه الحيوانات يخش معاك بعد كده في الصناعه. لما بكلمك في الصناعه هي كانت مهمه، تقول لي هي مهمه بس اقل اهميه من الزراعه، احنا لسه واخدين ترتيبهم. هم عندهم زراعه يليها تجاره يليها الصناعه، فالصناعه هي اقل اهميه من الزراعه. يبقى لما اكلم حضرتك عن الصناعه تقول لي كانت اقل اهميه من الزراعه. طيب هيشرح لك كم نوع من انواع الصناعه؟ قال لك 4. 1 صناعات معدنيه اللي معتمده على المعادن، 2 صناعات حجريه معتمده على الحجر، صناعات فخاريه اللي هو الفخار اللي هو الطمي اللي احنا عارفينه، وصناعات اخرى. يبقى دي 4 انواع هيكلمك عليهم. لما اجي اكلم اول حاجه حضرتك عن الصناعات التعدينيه اللي هي المعادن، فالمعادن دي انا بطلعها من المناجم. قلت له مش قصه، يبقى المعادن بطلعها من المناجم. بتستخدمها في صناعه ايه يا عم؟ قال لك بستخدمها في صناعه 3 حاجات. ايه ال3 حاجات؟ قال لك ادوات، اسلحه، والعمله. عمله خلي بالك اهو، ادوات، اسلحه، عمله. طيب خلي بالك لما بيجي يتكلم حضرتك عن العمله
في العمر هنعرفه كمان شويه، اللي هم اخترعوها عشان تسهيل عمليه التجاره. طيب لما تيجي تبص، انت بتقول لي بنخرج المعادن بنستخدمها في صناعه الادوات والاسلحه. اذا الصناعات المعدنيه لها اهميه عسكريه، وان قوه الدوله العسكريه ارتبطت بيها. ليه؟ لان انت صنعت الاسلحه. فلو قال لك الصناعه التي ارتبطت بالاوضاع العسكريه او ارتبطت بقوه الدوله العسكريه، هتقول لي على طول الصناعات التعدينيه. طيب يجي بعد كده رقم 2 يقول لك الصناعات الحجريه. الحجر اللي حضرتك بتستخرجه من المحاجر بتستخدمه في ايه؟ بستخدمه في البناء. شكرا، خلصت الحجريه. طيب يلا بينا الصناعات الفخاريه. وهنا في منها حاجتين، يا اما ابتدوا يعملوا مصانع صغيره كده، يبقى مصانع صغيره بتطلع عندك الصناعات الفخاريه، يا اما فضلت ناس بتشتغل زي ما هي بايديها. انا عارف ان الفخار ده موجود من زمان وكانت حرفه يدويه، فعملوا مصانع صغيره بجانب الناس اللي شغاله بايديها. فلما يقول لك الصناعات الفخاريه تقول لك هنا ديت صناعات مصانع صغيره الى جانب الصناعات اليدويه كانوا بيصنعوا بايديهم. وخلي بالك هنا في الصناعات الفخاريه يعني ارتبطت طمي النيل. ارتبطت بطمي النيل يعني ارتبطت بالتربه الفيضيه عشان بيخرجوا منها الطمي. طيب يلا بينا رقم 4 يكلمك الصناعات الاخرى. بيقول لك ان الرومانيين دول اشتغلوا في حاجات تانية. شبه ايه يا عم الرومانيين دول اشتغلوا في الحاجات التانية؟ قال لك يعني اشتغلوا في الاقمشه وبيعملوا صبغه للاقمشه، يبقى الاقمشه اللي هي المنسوجات والصبغه بتاعتها. اشتغلوا في النجاره واشتغلوا في الطوب، ادي صناعات اخرى. يبقى انا عندي اهو الصبغه والنسيج اللي هو الاقمشه، وادي الطوب والنجاره، كلهم مربوطين ببعض. ادي عند حضرتك الصناعه. طيب يلا بينا رقم 3 بيكلمك عن التجاره. قال لك خلي بالك بقى التجاره هنا اختلفت. احنا هنا اتكلمنا ان النظام السياسي في روما اختلف. كان عندك نظام في البدايه ملكي ثم جمهوري ثم امبراطوري. فبيقول لك التجاره اختلفت مع اختلاف النظام السياسي. فبيقول لك اول ما نشأت روما كان عندك اول نظام عند حضرتك هو النظام الايه؟ تقول لي النظام الملكي. فبيقول لك التجاره ساعه النظام الملكي كانت معتمده على ايه؟ قال لك معتمده على تبادل السلع، خد سلعه واديني سلعه. يعني بالعربي كده نظام ايه اللي احنا خدناه في الترم الاول؟ تقول لي نظام مقايضه. اشتغل معايا كده اهو. يبقى بيقول لك اهو في العصر الملكي كانت التجاره قاصره على تبادل البضائع والسلع بين الاقاليم الرومانيه والسفر عند الرومان القديمه. يعني في تبادل سلع بين الاقاليم، بديك سلعه وباخد منك سلعه، شبه نظام المقايضه. مش هو بالظبط. ليه؟ بطلع من اقليم اروح لاقليم تاني، اخد من عنده منتج واديهم منتج. جميل قوي. بردك بنتعاملوا بالفلوس عشان احنا لسه قايلين عندي عمله. طيب يلا بينا ايه اللي حصل؟ قال لك والله اهو في العصر الامبراطوري ايه اللي حصل؟ قال لك ازدهر النشاط التجاري على يد اغسطس اللي هو الامبراطور، اغسطس اللي هو يوليوس قيصر. طيب او اسف اكتافيوس. لما اجي اكلم حضرتك بقول لك هنا في النظام الملكي كان في تبادل بين الاقاليم، تبادل سلع بين الاقاليم. طيب في نهايه النظام الملكي وبدايه الجمهوري، يعني اثناء الفتره الجمهوري، كانت التجاره نص نص، يعني كانت لكن ازدهرت واخذت زهوتها امتى؟ تقول لي والله ازدهرت في النظام الامبراطوري. طيب ليه ازدهرت في النظام الامبراطوري؟ قال لك عشان اكتافيوس اغسطس دوت اهتم بحاجات، بعلمهم كده، بعلمهم هيمنه، تامين، فتح، اعطاء، تقدم. هيمنه ايه؟ تقول لي ان الحكومه بتاعت الحضاره الرومانيه كانت بتسيطر على كل حاجه. يبقى هيمنه الحكومه المركزيه، يعني الاداره المركزيه على جميع الشؤون في الامبراطوريه، كانوا بيسيطروا على كل حاجه. رقم 2 عندك تجارة حلوة. ليه؟ قال لك لأن احنا البحر دوت كنا مأمنين ومفيش ولا قرصنة ولا حد بيستولى على التجارة، كانت الدنيا فيها أمان. يبقى بيقول لك تأمين الملاحة البحرية بفضل قوة الأسطول الروماني، كان الأسطول قوي. طيب رقم 3 اهتم بإيه تاني؟ قال لك فتح أسواق جديدة في إفريقيا وفي أسبانيا. الراجل قال لك نشوفوا كده أسواق جديدة نبيعوا فيها. طيب رقم 4 لو تفتكر هم اول حرب دخلوها شبه الجزيره الايطاليه، بعد كده دخلوا على قرطاجه، يعني هم مستولين على قرطاجه. ولما نيجي نبصوا على قرطاجه في بلاد فينيقيا نعرفوا ان قرطاجه دي كانت مدينه تجاريه. فهم لما سيطروا عليها حاولوا يرجعوها تاني تمارس النشاط التجاري. فبيقول لحضرتك اعطاء فرصه لقرطاجه لممارسه نشاطها التجاري من جديد. طيب انا لسه قايل لك هم امنوا البحر وامنوا الملاحه. ليه؟ تقول لي بسبب قوه الاسطول الروماني. قال لك هديك معلومه صغيره بقى، ان اساسا السفن التجاريه الرومانيه اللي هي من ضمن الاسطول بتاعك سفن ومراكب، قال لك تفوقت بشكل كبير على السفن اليونانيه، يعني كانت احسن منها. طيب يبقى دي عند حضرتك لما اجي اكلمك عن التجاره في العصر الملكي كان في تبادل سلع وبضاعه بين الاقاليم الرومانيه.
ابتدت تزدهر شويه شويه صغيرين امتى؟ تقول لي في العصر الجمهوري. اخذت ازدهارها وزهوتها امتى؟ تقول لي في اخر عصر اللي هو الامبراطوري اللي هو عصر اغسطس اللي هو اكتافيوس. طيب قام جه عليك معلومه بردك اخذناها المره اللي فاتت، قلت لك اللي هنا عندك البحر المتوسط مجرد ما هم سيطروا على مصر وعلى قرطاجه وعلى جنوب اوروبا وعلى شمال افريقيا، فالبحر المتوسط اتحول لبحيره داخليه. يعني بتركب مركب من اي حته فيه تمشي توصل لحته تلاقي نفسك لسه في الحضاره الرومانيه. فبيقول لك هنا اهو اصبح البحر المتوسط طريقا داخليا للربط بين الولايات الرومانيه، يعني بيربط بين الرومان وبعضهم وبعض. طيب وخلي بالك من المعلومه دي، لسه قايل لك ان هم صنعوا العمله والمعادن والذهب. فلما يجي يكلمك عن العمله بيقول لك استخدم النقود خاصه لتسهيل المعاملات التجاريه. طيب ايه ده؟ ده انت كان في حضاره عندك اخدناها، قال لك استخدموا الابجديه لتسهيل المعاملات التجاريه ولتسجيلها. يبقى دول استخدموا النقود، التانيين استخدموا عند حضرتك ايه؟ تقول لي استخدموا الابجديه. اكتب لي اسم الحضاره دي عندك في الكومنتات عشان نشوف انت لسه مذاكر كده عشان نجهزوا نفسنا للمراجعات ولا لا. طيب يلا بينا كده، احنا خلصنا الحياه الاقتصاديه. بعد ما خلصنا الحياه الاقتصاديه نراجعوها مراجعه سريعه. اتكلمت عن ايه؟ اتكلمت ان ايطاليا فيها اراضي زراعيه، فيها موارد طبيعيه، فيها موارد بشريه، فعملت ايه؟ عملت زراعه، عملت تجاره بجانب تقول لي بجانب الصناعه. طب لما اكلم حضرتك عن الزراعه تقول لي اساس الحياه، عمل فيها جميع افراد الاسره، فيها 2 ملكيه، ملكيه فرديه وملكيه ارستقراطيه. الارستقراطيه يعني نظام اقطاع معاهم مساحات كبيره او شاسعه وبيعمل عندهم العبيد. لما اقول لحضرتك المحاصيل اللي كانت موجوده تقول لي شبه القمح وشبه الكروم اللي هو العنب وشبه الزيتون. لما اقول لحضرتك تربيه الحيوانات تقول لي ربوا عندك الخنازير والماعز والاغنام. ليه؟ عشان ياخدوا منها الالبان والاصواف. لما اقول لحضرتك عندك الصناعه تقول لي كانت اقل اهميه من الزراعه. ليه يا عم؟ قال لك لان كانت رقم واحد الزراعه، فالصناعه كانت قليله شويه. عندك كام صناعه؟ اخذنا 4: المعدنيه اللي ارتبطت بالقوى العسكريه، الحجريه ارتبطت بالمحاجر والبناء، وعندك الفخاريه اللي هي القديمه اللي ارتبطت بالطمي، وعندك اخر حاجه اللي هي الصناعات الاخرى شبه صناعات النسيج والاقمشه والصبغه، فتشابه مع الحضاره الفينيقيه. لما اقول لك التجاره تقول لي اختلفت من عصر سياسي لفتره او لفتره اخرى. تقول لي عندك في العصر اول عصر اللي هو اول عصر عند حضرتك العصر الملكي او الفتره الملكيه كان في تبادل سلع وبضائع. بعد كده ايه اللي حصل يا عم؟ قال لك ازدهرت التجاره شويه في العصر ايه؟ تقول لي في العصر الجمهوري. اخذت زهوتها وازدهارها امتى؟ تقول لي ازدهرت اخر حاجه عندك في عصر الامبراطوري. طيب بعد ما خلصت لك الحياه الاقتصاديه يلا بينا نبص للحياه الاجتماعيه. قال لك طبقات المجتمع عند حضرتك مقسومه ل4 طبقات. اول طبقه في الدوله وهي اسمها الاشراف. اول طبقه وهي اسمها الاشراف. معلش النهارده بسجل لكم وانا تعبان شويه بس وعندي دور برد جامد، بس يعني ايه عشان نخلصوا السنه بتاعتنا ان شاء الله على الاسبوع الجاي تبقى حضرتك مخلص منهجك، يبقى ما قصرناش معاكم في حاجه. طيب يلا بينا. اول طبقه في الاوضاع الاجتماعيه قلنا اسمها الاشراف. يلي الاشراف الناس اللي معاهم فلوس شويه، اللي هم مين؟ تقول لي اللي هم التجار والحرفيين. تجار وحرفيين يبقى اشراف اللي هم الطبقه الارستقراطيه برضو هنعرفه دلوقتي. تحتيهم الناس اللي معاهم فلوس شويه اللي هم مين؟ تقول لي اللي هم التجار والحرفيين. رقم 3 تقول لي العامه والمزارعين. ابتدينا نخش في عامه الشعب بقى والمزارعين، دول المفروض اقل حاجه في المجتمع. طيب ليه بتقول لي رابعه؟ انت خلاص انت بتقول لي العامه اللي هم بقيه الناس والمزارعين، في حد اقل منهم؟ قال لك الناس اللي احنا كنا بناخدهم اسرى حرب اللي هم العبيد، ودي كانت اقل فئه. يبقى انا عندي 4: عندي الاشراف، تحت الاشراف عندك مين؟ الناس اللي معاهم فلوس شويه صغيرين اللي هم التجار والحرفيين، يليهم العامه والمزارعين، واخر حاجه عند حضرتك اللي هم العبيد. لما تيجي تكلمني عن طبقه الاشراف فانا لسه بقول لحضرتك هم الارستقراطيين. يعني الناس اللي معاهم تقول لي معاهم فلوس، يعني الناس اللي معاهم تقول لي معاهم سلطه، يعني الناس اللي معاهم تقول لي واخدين اراضي زراعيه بالهبل، معاهم مال وسلطه واراضي زراعيه، مال وسلطه واراضي زراعيه. دول مين؟ تقول لي دول الاشراف اللي هم الطبقه الارستقراطيه اللي كان من ضمنهم القاده العسكريه او القاده العسكريين. يبقى لما بكلم حضرتك عن الاشراف تقول لي منهم الفرسان اللي هم كبار رجال الجيش، معاهم ايه؟ تقول لي معاهم سلطه، معاهم مال، معاهم اراضي. ادي طبقه الاشراف. طيب الطبقه اللي تحتيهم على طول اللي هي معاها فلوس متوسطه اللي هم طبقه التجار والحرفيين، دول كانوا اكتر عدد، كانت اكتر شريحه من المجتمع اللي هم مين؟ تقول لي اللي هم التجار والحرفيين. فبيقول لك هنا بالرغم ان الناس دي جزء كبير قوي من المجتمع الروماني، بس الناس دي واجهت صعوبة في حياتهم.
ليه يا عم انت بتقول لي معاهم فلوس؟ هو حتى لو حبه صغيرين بس معاهم. قال لك ما هي الناس دي شغاله في التجاره، يعني خد وهات، يعني بضايع رايحه وجايه. وروما اصلا يا حاجه ما كانتش فاضيه، دي كانت شغاله تخش حروب، تطلع من حرب تخش حرب، تطلع من حرب تخش حرب. فالناس دي الاوضاع الاقتصاديه بتاعتهم كانت متاثره، وتجارتهم كانت متاثره، والوضع كان صعب بسبب ايه؟ تقول لي بسبب الحروب اللي بتخشها روما. يبقى الناس دي هم الفئة الأكبر، هم الجزء الأكبر من المجتمع، بس عاشوا حياة اقتصادية صعبة. ليه؟ بسبب كثرة الحروب. يبقى هنا الحياة العسكرية أثرت على الحياة الاقتصادية. طيب يلا بينا الطبقة رقم 3 بقى، واللي فيها حبة شغل. الطبقة العامة والمزارعون. بيقول لك ان الطبقة العامة والمزارعون دخلوا في صراع سلمي مع الأشراف، يعني كانوا بيتعاركوا معاهم. ليه يا عم صراع سلمي معاهم؟ خلي بالك هنا سلمي، يعني العركه هنا ما كانتش عنف وما كانتش قتال، ما كانتش ضرب، لا كانت صراع سلمي كده، ايه، مناوشات خفيفه كده. ليه؟ قال لك اصلك الناس دي ولا اخذت حقوقها السياسيه ولا الاجتماعيه، فكانت عايزه تاخد حقوقها السياسيه والاجتماعيه، فعملت معاهم صراع بتطالب بحقوقها. طب الناس دي لما وقفت طالبت بحقوقها، الناس اللي في نصهم ما سكتوش. فبيقول لك والله طبقه التجار والحرفيين دولت طالما هم عاشوا حياه اقتصاديه صعبه، فهم شاركوا مع الطبقه العامه في الثوره ضد الاشراف، او في الصراع ضد الاشراف. يبقى انا عندي الطبقتين دول، العامه والمزارعون والتجار والحرفيين، الاتنين اشتركوا مع بعض وعملوا صراع سلمي ضد مين؟ تقول لي ضد الاشراف. ليه يا عم؟ عشان ياخدوا حقوقهم السياسيه والاجتماعيه. طيب يبقى هو دخلوا في صراع سلمي ضد مين؟ تقول لي ضد الاشراف اللي احنا قلنا عليهم الاستقراطيين. بهدف ايه؟ بيقول لي بهدف ياخذوا حقوقهم السياسيه والاجتماعيه. يجي بعد كده قال لك واشترك في ذلك مين؟ طبقه التجار والحرفيين لتحقيق انجازات كبيره، او قدروا يحققوا انجازات كبيره. طيب الناس دي صحاب الدوله، عرفوا ينادوا وعرفوا ياخدوا حقوقهم. لكن في ناس تانية ما عرفتش تاخد حقوقها بسهوله. اللي هم مين؟ اللي هم اسرى الحرب. انت متاخد اسير، فانت ما تتكلمش، ما تفتحش بقك. دي كانت اقل طبقه في المجتمع، ولا ليهم حقوق سياسيه ولا ليهم حقوق اجتماعيه. فبيقول لك عند حضرتك طبقه العبيد. العبيد ديت هي اسرى الحرب الذين فقدوا كافة حقوقهم الاجتماعية والسياسية. بس الناس دي قعدوا يحاولوا ياخدوا حقوقهم، فشكلوا أزمة حقيقية داخل المجتمع الروماني. ادي عند حضرتك الحياة الاجتماعية. يبقى خلصنا الحياة الاقتصادية، خلصنا الحياة الاجتماعية. يلا بينا رقم 3 النهاردة، وهي الحياة الدينية. لما تكلمني عن الحياة الدينية في روما كانت عاملة ازاي؟ هل كان عندهم معبود واحد؟ تقول لي لا. في روما تعددت المعبودات، يعني عندهم اكتر من معبود. يبقى في روما تقول لي تعددت المعبودات. وطالما تعددت المعبودات يبقى خلي بالك من السؤال دوت، يبقى عندهم تسامح ديني. ليه؟ ده انا عندي اكتر من معبود وكلنا عايشين مع بعض عادي. يبقى هنا في تسامح ديني زيها زي جميع الحضارات. مفيش حضاره انا اخدتها قلت لك عندهم معبود واحد، كلهم كان عندهم تعدد معبودات، يعني كلهم عندهم تسامح ديني. طب الديني ده ليه بقى؟ قال لك حضرتك امثله اهو. اول اله هكلمك عليه اسمه جوبيتر. جوبيتر دوت هو كبير الآلهة عندهم. يبقى جوبيتر الأكبر. يعني إيه الأكبر؟ يعني كبير الآلهة. جوبيتر الأكبر. طب هو أكبر إله عندهم، رمزه إيه؟ يقول لك السماء الصافية. يبقى جوبيتر الأكبر سماء صافية، جوبيتر الأكبر سماء صافية. يبقى ده كبير الآلهة عندهم، ورمزه أو شعاره هو السماء الصافية. جوبيتر هو المعبود الأكبر ويمثل السماء الصافية. إيه ده؟ الاكبر عندهم يعني رقم واحد. قلت له يعني تشابه مع مين؟ تقول لي تشابه مع زيوس لانه زيوس كان كبير الالهه. تشابه مع مين؟ تقول لي تشابه مع انو بتاع الحضاره العراقيه، برضو كان كبير الالهه وكانوا بيمثل عندك السماء. طيب بتقول لي رمزه السماء الصافيه. قلت له اذا هنا ارتبط بعلم الفلك. انت بتكلمني عن السماء، يبقى خلينا نربط بعلم الفلك. طيب عبدوا ايه تاني؟ احنا عرفنا جوبيتر كبير الآلهة. عبدوا ايه تاني يا عم الحاج؟ قال لك عبدوا رمزنا عندهم اللي هم الاباطره بتاعتهم. مين يا عم الاباطره؟ قلت له اول واحد انا عارفه اللي هو الامبراطور اغسطس. التاني مين يا عم؟ قال لك اسمه تيبيريوس. يبقى اغسطس وتيبيريوس ودول كانوا اباطره، يعني بيعبدوا اشخاص يا عم الحاج. ايه ده؟ يبقى الناس دي كانت بتعبد الاباطره اللي هو الامبراطور اللي بيحكمهم. طب ده شبه مين وهم عملوا كده ليه؟ ده يا عم ده شخص، في حد يعبد شخص؟ قال لك فيه. مين يا عم؟ قال لك المصريين القدامى كانوا بيقدسوا الفرعون.
فالناس دي لما لقت المصريين بيقدسوا الفرعون فقال لك احنا نقدس الامبراطور بتاعنا احنا كمان. يبقى لو قال لك اتعلموا الخصلة دي من مين؟ تقول لي اتعلموها من المصريين. طيب فضلوا يعبدوا الأباطرة ويقدسوها زيهم زي المصريين لحد ما انتشر عندهم الدين المسيحي، فانتهت عبادة الأباطرة، بطلوا يعبدوا الأشخاص بقوا بيعبدوا ربنا. طيب يلا بينا، يبقى دي جوبيتر ودي عبادة الأباطرة. كلمني عن الكهنة في المجتمع الروماني أو في الحضارة الرومانية. قال لك الكهنة دي زيها زي أي شخص. يعني ايه زيها زي اي شخص؟ ده احنا عرفنا في كل الحضارات ان الكهنه دي رقم واحد. قال لك لا والله، في الحضاره ديت الكهنه لم تكن طبقه مميزه، زيها زي اي حد في المجتمع. ليه يعني يا عم؟ قال لك عشان احنا الشعب بتاعنا كله متدين، فلما عاوز حد يمسك كهنه احنا كلنا كهنه، مش محتاجه امرن حد، مش محتاجه ادي حد الوظيفه، احنا كلنا شعب متدين. يبقى الكهنه لم تكن طبقه مميزه. ليه؟ ده بيدل على وجود الدين بالدوله او ارتباط الدين بالدوله. طيب كلمني عن التواصل الحضاري او التواصل الديني بين الحضاره الرومانيه ومصر. قال لك والله بص، حته صغيره كده لازم تفتكرها. مين اتأثر بالدين بتاعنا كمصريين؟ قال لك الحضارة اليونانية أو الإغريقية، هم اللي اتأثروا بينا الإغريق. يبقى الإغريق اللي هم اليونان تأثروا بمصر. طيب اليونان دول هم كانوا نقطة انتقال الحضارة بتاعتي لأوروبا، يعني هم اللي أخدوا الدين بتاعي نقلوه لأوروبا. إذا هم الحضارة الإغريقية أو اليونانية اتأثرت بالدين المصري، والحضاره الرومانيه اتاثرت باليونانيه. يبقى افهم اهو بقى، يبقى انا عندي مصر، مين اللي اتاثر بالدين بتاعها؟ تقول لي اللي اتاثر بالدين بتاعها الحضاره اليونانيه. طب مين اللي اتاثر بالحضاره اليونانيه؟ تقول لي اللي اتاثر بقى الحضاره الرومانيه. ايه ده؟ يعني الحضاره الرومانيه تاثرت بالدين المصري بس بطريقه غير، تقول لي بطريقه غير مباشره. يعني هم اتأثروا بروما او اسف اتأثروا باغريق اللي هم اصلا اتأثروا بينا. يبقى النقطة بتاعتي فين؟ تقول لي نقطتك بدايتك مصر. طب مين اللي نقل من مصر لحد هناك؟ تقول لي الحضارة اليونانية. طب يلا بينا اديني دليل بقى اللي كان فيه عملية تأثير وتأثر بين كل دول. قال لك والله في الحضارة الرومانية عبدوا معبودات ياما. مثل مين يا عم؟ قال لك سيرابيس اللي هو اهو شطبت لك عليه من غير ما اقصد. سيرابيس اهو، ادي عندك الاله سيرابيس اللي هو كان مين سيرابيس دوت؟ قال لك ده كان اله بيمزج بين الحضاره المصريه والاغريقيه، يجمع الاثنين مع بعض. واكبر الهين عندنا اللي عرفونا في الترم الاول ايزيس اوزوريس. يبقى سيرابيس ايزيس اوروزيس، يبقى سيرابيس وايزيس واوزوريس، سيرابيس ايزيس اوزوريس. وخلي بالك قلنا لك ان ايزيس ديت كانت معبوده عالميه موجوده في 3 قارات، اسيا وافريقيا واوروبا، وهتنسى الاستنتاج دوت واخدينه من الترم الاول. طيب وقام جاي اعطيك معلومه صغيره لسه قايلها لك فوق حالا اهو. قال لك اللي هم لما قدسوا الاباطره بتاعتهم اتعلموا ده من مين؟ قلنا اتعلموا ده من المصريين. يبقى عباده الاباطره الرومان نتيجه تاثرهم بتقدم الفراعنه او تقديس الفراعنه. ايه ده؟ هنا خلي بالك يجي لك سؤال، تاثرت الحياه الدينيه في الحضاره الرومانيه بالحياه نقط في الحضاره المصريه. ايه ده بقى؟ يقول لك تأثرت الحضارة أو تأثرت الحياة الدينية في الحضارة الرومانية بالجانب السياسي في الحياة المصرية، لأن احنا الفرعون بالنسبة لنا كان الحاكم بتاعنا، فدي حياة سياسية، فهم تأثروا بالحياة السياسية بتاعتي اللي احنا بنقدسه الفرعون، فأثر ذلك على حياتهم الدينية. أدي عند حضرتك الحياة الدينية. طيب يبقى أنا خلصت الاقتصادي، خلصت الاجتماعي، خلصت الديني. يلا بينا رابع حياه وهي الحياه الفكريه والعلميه. الحياه الفكريه والعلميه لما يجي يكلمك عن الحياه الفكريه والعلميه اللي هي الحياه الثقافيه، هنا من اكلمك رقم 1 عن اللغه بتاعتي. ايه لغه الحضاره الرومانيه؟ قال لك والله اللغه الرسميه بتاعتهم هي اللغه اللاتينيه. اللغه اللاتينيه هي اللغه الرسميه، يبقى اللاتيني هي اللغه الرسميه. طيب قال لك اللغه اللاتينيه دي طلعت فين؟ قال لك بدايتها روما، ثم انتقلت لباقي اجزاء الامبراطوريه الرومانيه، ابتدت بقى تتوسع في الامبراطوريه، تنتشر لحد ما اللغه دي انتشرت في كل حته. طيب هتكلمني عن انه جانب في الجانب الثقافي يا عم؟ قال لك هكلمك عن حاجتين، هكلمك عن الشعر وهكلمك عن التاريخ اللي هم المؤرخين عموما. لما اكلمك عن الشعر فبقول لك ان الشعر دوت ازدهر، بس ما ازدهرش في اي فتره، ازدهر في الفترة الامبراطورية اللي هو العصر الامبراطوري اثناء حكم مين؟ تقول لي اثناء حكم اغسطس.
دي الفترة اللي ظهر فيها الشعر. ليه يا عم؟ قال لك عشان في الفترة دي ظهر شاعر عندنا ممتاز جدا، وكان من أشهر الشعراء للحضارة الرومانية. هو مين يا عم؟ قال لك هو فيرجيل. فيرجيل بيقول لك فيرجيل دوت من أشهر الشعراء اللي ظهرت. ليه يا عم؟ قال لك الراجل ده عمل مؤلفة شعرية خلد بيها قصة تأسيس روما. خلد قصة تأسيس روما، يعني خلى قصة روما دي بتتحكى كده، كل الناس بتحكيها لبعضيها، خلى القصة دي مستمرة لحد وقتنا الحالي. ايه ده؟ خلت قصة اسمها تأسيس روما. قلت له اه. يبقى الشعر بتاعه تشابه مع شعر الملاحم اللي احنا لسه واخدينه في الدرس اللي فات، تشابه مع شعر الملاحم، واوعى تنساه. طيب يلا بينا، بعد ما كلمتني عن فيرجيل دوت اللي هو اتكلم عن او خلت قصة تأسيس روما، يلا بينا كلمني عن التاريخ. في التاريخ في تركية صغيرة. احنا هنا بنتكلموا عن الحضاره ايه؟ تقول لي بنتكلموا عن الحضاره الرومانيه. يبقى انا لما اسكن لك المؤرخين تقول لي هتسكن لي المؤرخين بتاعه الحضاره الرومانيه. قال لك والله في بعض المؤرخين لما جينا ندعبسوا وراهم كده لانهم مكتوبين اللي هم يونانيين، بس لما جبنا اصلهم لانهم رومانيين. ايه ده؟ يبقى الناس اتسجلت اللي هم يونانيين، بس لما جبنا اصلهم لقيناهم رومانيين. ليه يا عم؟ قال لك اصلك والله المؤرخين الرومان لما جم يكتبوا التاريخ كتبوه باللغه اليونانيه، فالناس افتكرتهم يونان فسجلوهم على اساس ان هم مؤرخين يونان. شبه مين؟ قال لك شبه واحد اخدناه في الحضاره اليونانيه اسمه سترابون، اللي كان عامل مؤلفه الجغرافيا ال17 جزء. يبقى تعالى بقى اهو، لما دورنا على بعض الشعراء او بعض المؤرخين لانهم من اصل ايه؟ روماني، لكن تم تصنيفهم ضمن المؤرخين اليونان. ليه؟ لان هم كتبوا التاريخ باللغه اليونانيه. يبقى خلي بالك بقى، انا لسه قايل لك ان اللغه الرسميه بتاعتهم هي اللاتينيه، لكن لغه العلم اللي اتعلموا بيها تقول لي هي اللغه اليونانيه. يبقى رسميه لاتينيه، لكن العلميه اللغه اليونانيه. طيب اديني بقى امثله على المؤرخين. اعتقد اتنين. واحد اسمه اينوس واينوس دوت لقبوه بابي التاريخ او ابو التاريخ الروماني. طب الراجل دوت عمل ايه ابو التاريخ الروماني دوت؟ قال لك كتب حوليات الملوك وحكامها. يعني ايه؟ يعني كتب عن حياة الملوك والحكام، كتب عن حياة الملك دوت بدأ امتى وخلص حكمه امتى، والراجل دوت او الملك دوت بدأ حكمه امتى وخلص امتى، والحاكم دوت بدأ امتى وخلص امتى، فاسمها حوليات او حوليات الملوك والحكام. يعني كتب عن حيواتهم. طيب يلا بينا رقم اتنين، اكلمك عن واحد اسمه كاتو الرقيب او اسمه كاتو الاكبر. بيقولوا عليه كاتو الرقيب او كاتو الاكبر. وركز في الراجل ده بقى. الراجل ده لما جاي يكتب ما رضاش يكتب باليونانيه. كتب بايه؟ قال لك استخدم النثر اللاتيني، يعني كتب باللاتينيه. الراجل ده عمل ايه؟ قال لك من مؤلفاته في التاريخ حاجه اسمها الاصول. عمل كتاب اسمه الاصول. في كتاب الاصول ده اتكلم عن قصه تاسيس مدينه روما. طب ما احنا لسه قايلينها دلوقتي. انت لسه قايل اللي نتكلم او خلت قصه تاسيس روما هو مين؟ قلنا الراجل اللي اسسها هو الشاعر اللي اسمه فيرجيل. يبقى فيرجيل اتكلم عن تاسيس روما. كاتو الاكبر اتكلم عن تاسيس روما. يبقى لو قال لك تشابه فيرجيل مع كاتو في ايه؟ الاتنين اتكلموا في نفس الموضوع. الاتنين اتكلموا عن تاسيس روما، بس واحد كان شاعر واحد مؤرخ. واحد اتعامل عادي باليونانيه اللي احنا لسه قايلين عليها، لكن دوت لما كتب باللاتينيه. ادي عند حضرتك اللي هي الحياه الثقافيه. طيب يجي عند حضرتك اخر حياه وهي الحياه الفنيه، اللي اتقسمت عند حضرتك 3 حاجات. اتقسمت عماره، اتقسمت نحت، واتقسمت تصوير. فتقول لي ايه ده؟ عندهم تصوير؟ هم كان عندهم كاميرات زمان. قال لك لا، التصوير بالنسبه لهم يعني انت بترسم لي لوحه، فاللوحه دي باينه على هيئه صوره فسموها تصوير. يبقى التصوير يقصد بيه؟ تقول لي يقصد بالرسم. يبقى التصوير هو الرسم. يبقى هنا هكلمك عن ايه؟ عماره، نحت، تصوير. عماره، نحت، تصوير. التصوير اللي هو تقول لي اللي هو الرسم. تعالى كلمني عن العماره. خلي بالك الحياه الفنيه ما فيهاش اي حاجه لك على الفاضي. لما اجي اكلم حضرتك عن العماره في الحياه الرومانيه، فعندهم العماره متقدمه، شكرا، عندهم اتقان في العماره، الاتقان في العماره. وبتمزج بين اللي هم لسه متاثرين بيهم من شويه، كانت مزيج بين الحضاره المصريه واليونانيه. يبقى كان عندهم اتقان وبتمزج بين العماره اليونانيه والعماره المصريه. طيب
وعرفت دوت من البقايا الاثريه. فتقول لي ايه ده؟ يعني الحضاره الرومانيه كانت متاثره بمصر ومتاثره باليونان؟ قلت له اه. يبقى ده يدل على ايه؟ يدل على التواصل الحضاري، ان الناس دي عرفت تتواصل مع بعض. يبقى الناس دي عندهم اتقان، الناس دي تتاثروا بالحضاره المصريه واليونانيه. طيب الناس دي بنوا مدينه من اشهر مدن العالم وهي مدينه روما. فبيقول لك انشاء الرومان اكثر المدن روعه في التاريخ. مين هي؟ هي مدينه روما. بنوا ايه في روما؟ قال لك عملوا معابد، عملوا قصور، معابد وقصور وحمامات واقواس النصر. وهنشوفوا اقواس النصر دي شكلها عامل ازاي، بتاخد شكل بوابه كده بيسجلوا عليها الانجازات بتاعتهم العسكريه او الحروب اللي انتصروا فيها. هنشوفوا شكلها دلوقتي، اسمها اقواس النصر. طيب اديني يا عم اشهر المنشآت المعماريه، اعطاك مثالين بالصورتين بتوعهم. قال لك مبنى اسمه الكولوسيوم، والمبنى الثاني اسمه البنسينون الروماني. البنسينون الروماني اللي هو شكله قدام حضرتك ده، واللي بيظهر فيه التأثر بالعمارة اليونانية، بيظهر فيه فن التأثر بالعمارة اليونانية. بس لما تيجي تبص فيه تلاقي الأعمدة بتاعته مدورة، الأعمدة بتاعته مدورة. ايه ده؟ مين أول ناس عملوا أعمدة مدورة؟ أو مين الناس اللي عملوا أعمدة مدورة؟ وأنا درستها تقول لي الحضارة البابلية. يبقى هم اتأثروا باليونانية والبابلية، كلهم شبه بعض. طيب أجي عند حضرتك العمارة. تعالى كلمني عن النحت، قال النحت هنا بكلمك عن حاجتين، يا بكلمك عن نحت التماثيل يا بكلمك عن النقوش، لان الاتنين نحت، يبقى يا تماثيل يا نقوش. لو كلمتك عن التماثيل فهنا في اعجاز. ليه يا عم؟ قال لك وصلوا لدرجه رهيبه في الاتقان، اللي هم بياخدوا الحاجه تحس ان هم فعلا عملوا بني ادم قدامك. فبيقول لك والله لما تيجي تكلمني عن التماثيل بيقول لك تميزت بالواقعيه الشديده. شكرا، واقعيه، بص الحاجه حيه قدامك. اديني امثله، اعطاك مثالين. الراس بتاعت مين؟ تقول لي الراس بتاعت قيصر. عملوها من ايه؟ عملوها من حجر البازلت. وعملوا تمثال تاني اسمه تمثال بومبي. يبقى عندي هنا رأس قيصر وتمثال بومبي. اجي عند حضرتك التماثيل. بالنسبة للنقوش، لو تفتكر في الترم الاول كان عندنا نوعين من النقوش، نقوش كانت غائرة ونقوش بارزة. هم برعوا في مين؟ تقول لي برعوا في النقوش البارزة. رسموها فين؟ على الجدران والأعمدة، جدران وأعمدة. اديني مثال. قال لي هديك 3 أمثلة. رقم 1 قال لك نقوش عمود طراجان، عمود اسمه طراجان، عملوا نقش عليه. 2 عملوا نقوش كانت من حاجه اسمها ايه؟ تقول لي الصلصال المحروق. ايه الصلصال المحروق ده يا عم؟ بياخدوا الطمي بتاع النيل يحرقوه، فبقى بالنسبه لهم صلصال محروق. كانوا بيعملوا عليه النقوش اللي هم عايزينهم، يسيبوه ينشف، الموضوع انتهى. بس في حاجه هنا، الناس وهي بتستخدم الصلصال المحروق ده كانوا بيرسموا بيه او بيحطوا النقوشات بتاعتهم بتعبر عن مشاعرهم، التعبير عن المشاعر. يبقى ده يدل على ايه؟ يدل الناس دي كان عندها مهارة رهيبة في التعبير عن المشاعر، يعني عندها مهارة رهيبة في التمثيل، بتعرف تحط اللي هي عايزاه في الصورة بتاعتهم. يبقى ده بيدل على الدقة في النقوش. طيب يلا بينا رقم 3. لسه قايل لك عندي حاجه اسمها اقواس النصر، اللي هي بقى قدام حضرتك اهو. قلت لك بتاخد شكل ايه؟ عامله شبه شكل بوابه كده، وبيتسجل عليها الانتصارات العسكريه اللي هم بيحطوها. دي كانت موجوده ايه؟ كان بيحملوا فيها فن النحت، اللي هو النقوش، او اسف النقوش البارزه. طيب ادي عند حضرتك اهو بيقول لك ايه؟ النقوش المقوده على اجواد النصر، على اقواس النصر. اقواس النصر دي من روائع النحت الروماني التي كانت تقام لتخليد الانتصارات القادة العظام والأباطرة، بيتكتب عليها الحروب والإنجازات اللي هم حطوها. إذا أقواس النصر ارتبطت بالجانب السياسي والجانب العسكري، جانب سياسي وجانب عسكري. ومن أشهر أقواس النصر تيتوس موجودة عند حضرتك. أجي عند حضرتك اللي هو النحت. يجي معاك رقم 3 عندك في الحياة الفنية هو التصوير اللي هو الرسم. طيب الحضاره الرومانيه ما كانش فيها فنانين يرسموا. اما ليه يا عم؟ قال لك ده الفنانين بتوع الحضاره اليونانيه هم اللي سافروا راحوا للحضاره الرومانيه. الناس دي جت من هنا راحت هنا. فلما سافروا للحضاره الرومانيه يا عم الحاج، النبلاء بس هم اللي عايزين يخلوا بيوتهم من جوه شكلها حلو. فجابوا الرسامين دول، تعالوا يا جماعه ارسموا على الحيطه والارض دي شوفوا لنا ليها حل. فابتدى الرسامين يحطوا الرسومات بتاعتهم على الحيطه، ومش اي رسومات طبيعيه، يعني يرسم شجره، يرسم بحر، يرسم صحراء. ليه؟ قال لك عشان ينقلوا الطبيعه جوه البيوت، ياخدوا شكل الطبيعه اللي بره او حياه الطبيعه يحطوها جوه البيوت فيدوها روح.
رقم اتنين مسكوا الارض ديت، عملوها لوح من حاجه اسمها الفسيفساء. الفسيفساء ديت اللي هم كانوا بيعملوا ايه، شفت الكسر بتاع السيراميك الصغير، ساعات تلاقي رسمه كده على الحيطه عباره عن سيراميك متكسر ومحطوط جنب بعض، هو ده فن الفسيفساء. يبقى الناس ديت عملوا ايه، ما كانش عندك رسامين. الرسامين اللي هم في الاغريق جايين منين، تقول لي الناس ديت انتقلوا من الحضاره اليونانيه للحضاره الرومانيه. طب مين الطبقه اللي كانت عايزه تجمل البيوت بتاعتها، تقول لي النبلاء هم اللي كانوا عايزين يعملوا الكلام ده. يعني الطبقه الارستقراطيه يعني الناس اللي معاهم فلوس، وخلي بالك من دي. طيب الناس دي عملت ايه، عملت رسومات طبيعيه على الجدران عشان تنقل الحياه الطبيعيه، وعملوا الارضيات بتاعتهم من الفسيفساء. طيب هل كان في تواصل في المجال الفني بين مصر وبين الحضاره الرومانيه؟ قلت له اه، لان الحضاره الرومانيه وهي موجوده عندنا في مصر عملت لي حاجات في مدينه الاسكندريه. فبقول لك اقام الرومان بالاسكندريه العديد من المنشات، عملوا لي منشات ياما جوه اسكندريه. ايه يا عم المنشات الحضاريه اللي هم عملوها جوه اسكندريه؟ قال لك عملوا المسارح شبه المسرح الروماني اللي موجود عندنا في اسكندريه، يبقى دي عندك مسارح. اتنين عملوا بوابات. رقم ثلاثة عملوا المعابد، يبقى عملوا مسارح وبوابات ومعابد. طيب الناس دي لما جت اتأثرت بفن النحت المصري. طب ايه دليلك بتقول لي هم اتأثروا بفن النحت المصري ليه؟ قال لك والله عشان في القرن الثاني الميلادي لقينا تمثال معمول من الرخام هم اللي عاملينه، بس عاملينه على هيئة مصرية يعني بالشكل المصري. فبيقول لك هنا تأثر النحت الروماني بالنحت المصري، في تأثير في النحت اهو. اديني دليل. قال لك عثور على تمثال روماني من الرخام في القرن الثاني الميلادي منحوت بهيئة مصرية، يبقى دوت كده ترابط ما بينهم هما الاثنين. يبقى احنا النهارده سريعا كده اخدنا ايه؟ كلمتك عن الحياه الاقتصاديه، كلمتك عن الحياه الاجتماعيه، كلمتك عن الحياه الدينيه، وكلمتك عن الفنيه، وكلمتك عن الثقافيه. معلش النهارده كنت تعبان شويه، بس برضه ما رضيتش اخر في ميعاد الحصه بتاعتك عشان تنزل في ميعادها. كده الاسبوع الجاي باذن الله اخر حصه في المنهج. استمتعت معاكم السنه دي وكنت مبسوط جدا، وهتوحشوني لحد الاسبوع الجاي ان شاء الله.